من الرواد أمين الخولي. أمين الخولي عالم وأديب ومثقف موسوعي من كبار حماة اللغة العربية، رائد المنهج التنويري الذي تميز بدوره التجديدي، حيث اقتحم معارك التجديد لبعض القضايا المعاصرة حتى لقب بإمام المجددين، وهو صاحب المقولة الشهيرة: أول التجديد قتل القديم فهما وبحثا ودراسة، ومن أرسى بناء المنهج التجديدي على ما أسماه التفسير البياني للقرآن، حيث كان محور هذا الدرب من التفسير هو إظهار الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم. يعد الشيخ أمين الخولي واحد من أبرز رموز التجديد في العالم الإسلامي، له إنتاج كبير، كان له عظيم الأثر في حركة التجديد الديني في مصر والعالم العربي والإسلامي، على الرغم من أن الشيخ الخولي عرف بزيه الأزهري المميز ووقاره المهيب وقدرته على الجدل والمناطحة الفكرية. أهم ما يميز أمين الخولي الجرأة والأصالة، فبقدر ما كان وفيا للتراث لأنه يمثل العمق الثقافي والحضاري للأمة، كان أمينا مع كل الحقائق العلمية والمعرفية التي أنجزها العقل الغربي بعد عصر النهضة والتنوير، خصوصا فيما يتعلق بالدراسات اللغوية ونقد النص الديني. فلم يتردد هو وتلامذته في تمثل علم التأويل والتفسير وتوظيفه في الفضاء الثقافي الإسلامي لنخرج النص الديني من الفضاء الضيق إلى الفضاء المتسع وتحريره من سلطة المعنى الواحد. وهذه كانت طريقته أيا كان صحتها أو خطأها، ولكن هو اعتمد هذا المنهج. وقد كتب الدكتور لويس عوض أستاذ الأدب الإنجليزي يرسي الخولي قائلا: ما وقعت عيني على أمين الخولي قط إلا وطافت في مخيلتي صور الخالدين من فقهاء الكوفة والبصرة وقاهرة المعز لدين الله. كان مجادلا باللفظ والنبرة ولكن بالفكر، لا باللفظ والنبرة ولكن بالفكر والمنطق والعلم الغزير. كل من جلس بين يديه يتلقى العلم عليه ارتبط به ارتباط المسحور بالساحر. من عرفه لا يمكن أن ينساه، لا لعلمه وقوة عقله فحسب، ولكن لأن شباب فكره أثبت لجيلنا أن القديم يمكن أن يتجدد بماء الحياة فيطاول أحدث الحديث. اسمه أمين إبراهيم عبد الباقي عامر إسماعيل يوسف الخولي. ولد لمزارع إبراهيم الخولي والسيدة فاطمة بنت علي عامر الخولي من عائلة الخولي أبا وأما، من قرية شوشاي مركز أشمون محافظة المنوفية. كان طالبا بمدرسة القضاء الشرعي وقريبا من قلب وعقل ناظرها عاطف بركات ابن شقيقة الزعيم المصري سعد زغلول. ولد في أول مايو 1895 وحفظ القرآن وهو ابن 10 سنوات، والتحق بمدرسة العفيزيوني بالقاهرة في مدرسة المحروسة ثم مدرسة القضاء الشرعي، حيث تخرج بتفوق عام 1920 وعين بها مدرسا، ثم انتقل إلى روما إماما للبعثة الدراسية المصرية، ثم إلى برلين في المفوضية المصرية، فتعلم اللغتين الإيطالية والألمانية، واطلع على عدد من كتابات المستشرقين المهتمين بالدراسات الإسلامية، وعاد مجددا عام 1927 لوظيفة بمدرسة القضاء الشرعي، واختير عام 1920 ليدرس بقسم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول، على الرغم من أنه لم يكن متحصلا على شهادة علمية تؤهله لذلك ماجستير أو دكتوراه. وأضحى سنة 1946 رئيسا لقسم اللغة العربية بالكلية. أنشأ أمين الخولي في الأربعينات برفقة عدد من طلبته ناديا أدبيا حمل اسم الأمناء، بغية الارتقاء بالأدب والفن نظريا وعمليا، وعبره نشر كتابيه مناهج التجديد في النحو والبلاغة والتفسير ومن هدي القرآن. وتم عام 1953 تعيينه مستشارا لدار الكتب، وشغل أيضا منصب مدير عام للثقافة، وإثر تقاعده عام 1955 اختار عضوا بمجمع اللغة العربية بالقاهرة. كان أمين الخولي ابن قرية
تشوشاي، ومن مدرسة القضاء الشرعي، مصريا أصيلا معاديا للاحتلال الإنجليزي، مطالبا باستقلال الوطن ومؤمنا بوحدة الشعب، وابنا بارا للثورة الشعبية. 1919 وقف في صف الديمقراطية، وكان له موقف بعد 23 يوليو أدت إلى نقله إلى دار الكتب مستشارا ثم مديرا عاما لإدارة الثقافة التابعة لوزارة التربية والتعليم، إلى أن أتم خدمته الحكومية في أول مايو 1955. تم اعتقاله مع سعد زغلول في 8 مارس 1919 في سيشيل، واشتعلت الثورة بداية من يوم 9 مارس 1919، وحمل أمين الخولي على مدرسة القضاء الشرعي وقاد مظاهرة إلى الأزهر. وقد كان أمين الخولي يرى أن الشخصية المصرية عقيدة يخفق بها قلب المصري، إن ما بين مسلمي مصر وأقباطها أقرب ما بينهم وبين المسلمين الأتراك. ومن وقفه، وهذا كان موقفه الشخصي أو رأيه الشخصي الذي يدينه الله به. ومن مواقفه الفكرية المثيرة ما أثير حول موقفه المناصر لرسالة الدكتوراه التي أنجزها تحت إشرافه طالبه محمد أحمد خلف بعنوان الفن القصصي في القرآن الكريم، حيث أثار هذا الموقف انتقادات عنيفة له بلغت حد تكفيره. إذن فالشيخ له بعض المواقف وبعض الآراء التي تنتقد، وكل يؤخذ منه ويرد، وهذا حال العلماء وهذا حال العلم. لابد أن ننظر إلى كل شيء بالمنظور النسبي، ويعرض كل رأي وكل فكر على المحك وعلى الميزان، ولكننا نستعرض لهذه الشخصية وهي لها ما لها وعليها ما عليها ككل الشخصية.